وسهلا بك استاذ عامر محسن الصفار التميمي. نتشرف بكم. اهلا وسهلا بك اليوم. مشرفين الشرف لنا. الله يحفظكم. الصفار هي حرفة. نعم، مهنة الصفار. مهنة. كانوا قبل يقولون اللقب يقولون لهم الصفار. أي. فما كانت العشيرة. أنا عشيرتي التميمي. اي نعم. نعم، عامر ابن الحاج عبد المحسن ابن سعيد ابن صالح ابن جواد ابن عبد الله الصفار. بالشرف. التميمي. بك وبالعائلة. الله يحفظكم ان شاء الله. اليوم طبعا احنا اول حواراتنا في مؤسسة رضا علوان الثقافية. نعم. نبديها وياكم. السبب هو لحبنا هاي التراث العراقي المهم، وبنفس الوقت سوق الصفافير واحدة من أهم الوجهات في بغداد القديمة. أريد تحكي لي أكثر أستاذ عامر عن شخصك. نعم. منو عامر وليش صفار؟ أنا عامر عبد المحسن قلت لك سعيد، بالنسبة خريج معهد الزراعي بغداد. بزمن النظام السابق طلعت من العسكرية، وقبل طلعت ويا والدي الله يرحمه، لأن كنت مشوق أن أساعده وأتعلم المهنة. فمن كيف جيت أنا؟ مو واحد اجى يقول لي تعال اشتغل للمصلحة هاي. فجيت بواهس، جيت بقناعة، فاشتغلت ويا الحج الله يرحمه كل الأمور من البداية لحد ما كملنا المهنة مال الدلة، صناعة الدلة العربية. هاي الدلة العربية مو يا كان يجي يسويها ويشتغلها، هاي شغل بالإيد، يعني شغل يدوي بحت، يعني مو تتدخل بيها الماكينة أو الآلة. فلهذا السبب يعني مو يا كان يجي يشتغلها ويعرفها. فاشتغلت ويا الحجي من 89 تقريبا، سرحنا وطبيت ب 89 لحد ما اليوم هذا، اليوم اللي ما اروح بيه للمحل كأنه ما فشينا قصنا يعني. فالشغله انا اعشقها، عكس اللي هسه احنا نعاني من عنده، وانا دا اعاني من عنده بالذات. ما يجي مثلا واحد من ابنائك عاشقها للشغله او يحب الشغله وده تجيبه وياه، هاي ما موجوده. الامور هوايه اسباب بيها، اسباب الانترنت والحضاره والتقدم، الشغلات اللي صار بالعلم. فما يجي على هاي الامور الحرفيه البحته يتعب نفسه ويقول عليه مثل ما يقول شغله بيها ما بيها نظافه، بيها وساخه وبيها يعني توسخ ايدك. هاي ما يدوروا، يدور الشغلات الناسكه، يدور الشغلات اللي مريحه، يدور مكان بيتبري. انت قبل يعني ما كنت تدور شغلات ناسكه ومريحه ابدا، لان طالعين من العسكريه بالذات تخلف جيل للصعوبات، صعب يطلع رجال متكامل. هاي العسكريه هسه العسكريه ما موجوده، فتلقان راسا يضوج من هاي الشغله، طبعا راسا يتنفرز من هاي الشغله. طبعا هنا شويه يجوز باعتبارنا من جيل مختلف. نعم. يمكن نختلف وياك. نعم. هي مو بس العسكرية، يعني أكيد إحنا اتفق أن العسكرية تعلم. نعم. بس بنفس الوقت التحديات الأخرى بالحياة أيضا تعلم. صحيح. يعني عن جيلنا أنا دا أحكي، يجوز أنا ما أريد أدافع، بس بنفس الوقت كل جيل وإلى ظروفه. نعم. وإلى أموره. يعني أنت تشتغل بمكان كلش حيوي بقلب بغداد التاريخي، سوق الصفافير. نعم. أريدك تحكي لي شنو يعني هذا الشيء بالنسبة لك؟ يوميا أنت تروح لهذا المكان، هو مكان شغلك. في كل دول العالم تلقى أسواق تراثية، كل دول العالم من الشمال الكرة الأرضية جنوبها، وتلقى المكانات السياحية والأثرية لها قيمة قوية جدا عن هاي الدولة. صح. بحيث من الطب تلقى الآثار القديمة مال أجدادهم ومال ملوكهم ومال رؤسائهم ومال الدولة مالتهم نفس. فاحنا هاي بالنسبة للسوق هذا تقريبا يعني نقول صار تقريبا من 1200 سنة، من زمن المدرسة المستنصرية، من أيام العباسيين، الدولة العباسية. نعم.
يعني من البدايه كان هو سوق صفاري، من البدايه كان هذا السوق صفاري بنفس المكان اللي بنفس المكان. ليش سوق صفارين؟ الاواني المنزليه كانت كلها من سوق الصفارين تقريبا، من ضمنها هاي الدلة السلقبان، من ضمنها الماعون اللي كنا ناكل بيه، من ضمنها الصينيه اللي كانوا ياكلون الماعين بيه، الطاوله اللي يقلون بيها، البريق، الصفر، المسخنه كانوا يجيبون بيها ميه من الشط ويوصلوها للبيت، ماكو كانت انابيب وتوصل المي للبيت، كانوا يجيبون النساء او البنات او الزلم يجيبوها ويوصلوها للبيت ويشتغلون بالمي واقتصاد بالمي. هسه احنا المي مهدور مالتنا صار، اضافه هذني كلهم تقريبا انقرضت، يعني لا اكو مسخنه ولا اكو بقت، بس هاي الدله هسه اللي حاليا بالمضايف اللي تشتغل واللي بالدواوين، والبقيه كلها تقريبا انقرضت. يعني تتصور سبب الحاجه كان سوق الصفارين عليه طلب، تسقل هذا الطلب؟ طبعا تغيرت لان الاساس انه دخلت الصناعات وين؟ صناعات دخلت الالمنيوم، الستيل، التيفال، البلاستيك اللي هو مثلا بريق البلاستيك صار مكان البريق صفر، فتجي على الامور كلها تقريبا اندثرت. وقت بس الدله هسه حاليا بدنا نشتغل عليه. والحمد لله انتم معروفين مشهورين بصناعه الدله. نعم نعم، انا من اب وجد، يعني انا ابويا اتعلم الشغله من جدي تعلمها من ابوه من واحد للثاني الى ان وصلت لنا هاي الشغله، ومو من السهوله ان واحد راسا يجي يتعلمها ابدا. انا جيت بال89 نهايتها لحد 2000 والدتي تقول له ها شلون ما تقن الشغله عامر؟ يقولها بعده، يعني هاي صار لي سنين انا اشتغل ويا ابني بعده. اخر شيء 2001 تقريبا قال هسه بعد انا ما اخاف عليه، انتهت هو تقنها الشغله. 2020 سنه تشتغل، يعني انا اشتغل 20 سنه ويقول له يقول له بعد اللي عندنا. فمو من السهوله ان واحد راسا يجي يقول انا اشتغل دله، خصوصا الدله خصوصا الدله يعني يجوز يصير نقاش خلال شهر زمان شهرين 3 شهور ينقش، يصير مثلا شغلات اخرى يصلح بس من يصنع هذا تصنيع. يعني انت ترى التصنيع هو انتاج محلي ومصدر كذلك، يعني مو بس احنا نشتغل الدله للمحلي، لا وانما نصدر من تصدر يعني الطلب كان بزمن الثمانينات والتسعينات كان يجون اهل السعوديه والكويت دول الخليج يدور الدله، ولحد الان يدور الدله البغداديه، صناعه عراقيه، يقول وين اريد دله بغداديه، والبيش مكان يريد يشتريها هاي الدله البغداديه. فمو يعني هي شغله انه منتهيه، بالعكس شغله بها وارد مثل ما يقول اقتصادي للدوله، دا تيجي مثلا وهو سياحيه دا يشتري له مثلا ادلال، خصوصا دول الخليج بعمله صعبه، فمو ببلاش، دا يشتري مثلا بمبلغ معين جاي من هناك ومصرف دا يشتري، فهاي يصير انتاج، يصير تصدير، يصير شغلات اخرى. هاي ما موجوده هسه حاليا. قبل شوي حكيت عرجت كلامك عن بداياتكم بالسوق. نعم. 20 سنه يلا تعلمت. نعم. يلا انطاك الوالد الابروف. نعم. انه انت خلص صرت تسوي دله. تتذكر اول حاجه صنعتها من النحاس؟ اتذكر من قبل ما اطب للحج كنا تروح بالعطله الصيفيه نجي نشتغل وياه نعاونه نساعده. فاتذكر ابويا يقول لي يعني انا ما يقول لي مثلا وانا ما انا من يمي، فجمعت لي قطعه دائريه وبها مثل ما يقول في مكان يطلع بيها شو اسمه، سويتها مشربه صغيره لحد الان موجوده عندي، ادقها دق بالايد، هي القدات المشربه والله مشربه صغيره لحد الان، فمعتز بيها خالها على كتر. هاي الشغل اللي انا مشتغله من كنا جاهل، يعني ما يتجاوز عمرنا كان 12 سنه 13 سنه. يعني حتى قبل بداياتكم بالسوق بصوره فعليه. نعم. نعم. اي حلو. فهي حلوه، شغله حلوه، يعني واحد يكمل شغله بايده. هاي الايد الله سبحانه وتعالى منطيها نعمه للبشر، ياكل بيها، يشرب بيها، الامور يصنع بيها. هاي تصنيع يدق ويكمل. احنا هسه ندق ونصنع شغلات اللي اصلا واحد ما يقدر لها احنا نسويها.
من اللي فعلا علمك؟ يعني والدك، جدك؟ لا أستاذ؟ والدي بالذات، هو أستاذك؟ والدي استاذي، الله يرحمه حج الله محسن. ما يقبل الشغل والعوجه. نشتغل الدله مليم وربع ومليم. مره من المرات سويتها شويه اقل من المليم، يعني السمك مالتها خفيف. قال لي يابا ليش تسوي دله خفيفه؟ هذا من تبيعها انت ويشرب بها كل سنه يما هي الدله. يقول هاي رحم الله والدي اللي صنعها، يعني يجيك رحمه وانت بعيد عليه، اضافه اذا انت ميت هم يجيك رحمه وانت ميت. ليه تسوي خفيف؟ بعد من ذاك الوقت بعد ابدا ما سويت خفيف. شوف هسه هاي الدله الثقل مالتها مليم وربع، الجيش مالتها او السمك مليم وربع ما تنشاف. وهاي مال معمره تقريبا بال100 سنه وفوق معمره، يعني شلون النخله نخله معمره، هاي نفس الشيء واقوى بعد من النخله تعمير. هاي تبقى سنه 12 لا تشتغل. طيب يا سبحان الله، يعني النحاس هو معدن من المعادن اللي الله وهب لنا اياها. بس بنفس الوقت كلش قليل من الناس تعرف شنو الاجراءات اللي تمر بها النحاس حتى توصل دله او مشربه او اي حاجه. تقدر تشرح لنا عن النحاس؟ النحاس اول اذا كانت تريد تصنع دله، اول ما تبلش بالتفصال. الله يرحمه الحج يرحم والديك، علمني التفصال شلون تفصل دله بحيث ما تبذر نحاس. اي ما تبذر نحاس، يعني قطعه مربعه قياسات معينه تطلع لك 4 أدلال. الفضل مال النحاس يطلع قصاقيص صغار بحيث ما تفضل النحاس. تلفها تلحمها بالكوره او باللحيم النار وبعدين تشتغلها. تبلش شعوبه كل وحده قياس ثابت. هاي مثلا شعابها 6.5 انش، انت تجمع على 6.5. الاكبر منها تصير 7.5، تجمع على 7.5، فتطلع نحاس يجمع ومكمل. بعدين تلحم، بعدين تتطرق، بعدين تطلع اللوزه مالتها، هاي اللوزه اللي يطلع القهوه من عدلها. بعدين تتبيض. ورا ما تتبيض، اذا ما تتبيض طبعا النحاس لازم يتبيض، لان بالقصدير، القصدير ماده كيميائيه انه يبيض المكان الاحمر يصير ابيض. بس هاي مبيضه، هو اساسا نحاس احمر، هذا الصفر اللي هو هذا الكيبل الاحمر اللي هو يسمى الكهرباء. صح. فهذا اذا ما يتبيض ماده سامه تصير، يعني بحيث تشرب انت قهوه صح وما مبيضه راح يصير بالمعده عندك اوكاسيد نحاس، اوكسيد النحاس سام. فصعب، لازم واحد يعالج يبيضها. فتكمل الدله مسمورها نكملها صارت دله وتنعرض للبيع. جيد يطول هاي الاجراءات، كل هذا البروسيس، عمليه صنع الدله. صنع الدله يوم واحد ما تكمل دله. يوم واحد ما تكمل. يومين يلا تكمل لك دله. اوكي. من شغل، من لحيم، من دق، من دله وحده، دله وحده يومين يلا تكمل. اذا انت وحدك يومين يلا تكمل. اما اذا عندك مثلا كادر، انا كنت جيت ويا ابويا بالثمانينات نطلع دلال، يوم بالثاني نطلع لنا التخن، لان هو دام اكثر. هذا يسوي هاي يسوي ذيك، هذا يطرق، هذا اذا صارت 3 بيوم واحد تطلع الوجبه. صح. انا وابويا الله يرحمه اجى اخويا هم ويانا هم ساعدنا، ابراهيم اخويا اشتغلنا تقريبا كل الدلال. واليوم ماكو بس انا، بس انت. يجي ابني يساعدني في يوم يومين، الاخر يجون يساعدوني، بس مو يعني جاي مو برغبه، حتى مو برغبه. نعم. طبعا هسه ممكن نحكي اكثر تفاصيل نعم عن شباب ورغبتهم. بس قبل لها اريد اسالك، انت شنو تشوف نفسك اكثر؟ فنان لو حرفي؟ فنان وحرفي بنفس الوقت. فنان وحرفي، يعني انت تجي على الحرفه هاي من سابع المستحيلات، يجي واحد يقول انا اشتغلتها وكملتها وسويتها خلال يوم وليله، ماكو شيء. وهذا فن بطبيعه حاله، هو انت تطلع دله هو فن، تكمل شغل وترتب امور واللي يستفادون العالم من عندها. سوق الصفافير ببغداد انا بالنسبه لي اشوفه مثل متحف بالهواء الطلق. نعم. اريدك تحكي لي، بما انه انت تداوم بهذا المتحف، تداوم هناك، شغلكم هناك، اريد تحكي لي عن احداث ما تنسي بهذا السوق. يعني ابد مر عليك خلال هاي 45 سنه
وما ناسي ما ناسي فالحدث واحد على الأقل. يعني السوق طب هنا مختلف انواع الشخصيات، مختلف انواع الشخصيات. من ضمن الشخصيات اللي مرت بسوق الصفافير انا طبعا ما ادري بيها، بس اوادي يسولف لي. انا شلت بالعسكريه فقالوا جتي انديرا غاندي للسوق. جيت ويا ابويا بالتسعينات اجى ممثل مصري رغده وما ادري ممثل وياها كان، هم طبعوا للسوق ممثلين شخصيات هوايه يطبقون السوق الصفاري، لان يعرفوا انه اقدم اسواق بغداد واقدم اسواق العراق، مو بس بغداد، اقدم اسواق العراق واللي هو بالعراق. اقصد احداث تصير بالسوق بس ما تنسي، مو الا انه ضيوف يزورون نعم. السوق. احداث اليوميه اللي تصير ماكو فد شيء على بالكم؟ يعني مثل ايش الاحداث؟ ما اعرف الاحداث اللي تقصدها شنو. يعني يجي شخص مثلا واشترى شروه كل نعم نعم اكو عندنا جتي يعني فد حدث انه تروح اليوم لاهلك تسولف لهم والله حدث ها يوميا طبعا. اوكي. بس اكو حدث يعني خاص جتي من السواحل البولنديين. جتي تدور على شغلات قديمه، شغلات انت مصنعها او ابوك مصنعها، فجت تقبر على من على دله وصنعها ابويا. يعني من شان هو يعني شلون نقول شاب، جت تقبر عليها قالت هاي صنع مال والدي، فحكيت فيها بالانجليزي this by hand my father made it. هذول اتعجبت على هاي الدله، شنو هاي شلون مسويها، بس تريد تاخذها بيش مكان تاخذها. المهم بعت الهيان اعطيتيها. اي فمن طلعنا يعني وصلنا للفيديو كله انتشر بالعراق كله، ولد خالي ولد عمي ولد عمتي قاموا يراسلوني شنو هاي انت تحكي بالانجليزي وياها؟ قلت له بعد شنو احنا نحكي انجليزي وانا خريج واعرف بالانجليزي شلون ما احكي. صح. اي فهي اكو شغلات حلوه ولحد الان يعني يجونا سواح ويجونا اجانب، بس هاي السائحه نشرت الفيديو بالعالم كله مو بس بالعراق، فقاموا يجونا شخصيات من غير دول وغير ما يتذكرون الفيديو اللي نشرته هاي البولندية. صح. حركة السياحة بما انه طرقنا للسياحة، حسها احسن لو قبل. وش وقت قبل؟ لان تعرف اكو ثلاث فترات، ثمانينات تسعينات الفينات وهسه. طبعا قبل احسن من هسه. قبل كانت توقف منشأة كاملة، بداية جسر الشهداء. تنزل الطب من المدرسة المستنصرية وتروح السوق الصفافية وتطب للمتحف البغدادي وتروح الخان مرجان وتدني المكانات كلها يفررونهم اياها وبعدين يرجعوهم للسيارة ويطلعون الغير مكان. هاي مو موجودة هسه حاليا. هسه حاليا يجون اجانب، بس يجون اجانب احنا نقول معدودين بالاصابع. يعني هسه خصوصا بالحر، الحر طبعا ما ولا اجنبي قام يجي لان يعرفون الجو مالتنا جو مو طبيعي، بس بالايام اللي راحت قبل الحر كانوا يجونا بالاسبوع مره مرتين، بس مو جروبات، مجرد افراد 4 اشخاص 5 اشخاص شخصين، وهم يدورون شغلات تراثيه واثار شغلات حلوه. نرجع للاسئله. السؤال الشخصيات اللي يزور محلكم. نعم. اريد تحكي لي عن اغرب مشتري. اغرب مشتري اللي خصوصا يعني اللي ما يعرف بالشغله، يعني ما يعرف بالشغله، يعني تستغرب من الحكي مالته. مثلا يجي مثلا الدله العراقيه، الدله العراقيه غاليه، فمن تعطيه سعر يتفاجئ به. هو اعتقاده انه مثلا فد مبلغ بسيط، احنا بالنسبه للدوله العراقيه تعب بيها وشغل بيها، من نقول له مثلا كذا مبلغ، هو راسا ايش دعوه وش صار وش عندك انت وش مشتري لي يعني. هو ما يعرف قيمتها. بس ما يخالف، هو العراقيين يعني اي لا طبعا احنا نعامل حتى بالتاكسي على الف العامله. لا حقهم، انا اقول لك حقهم يعني بالنسبه خصوصا يعني اللي ما يعرف حقه. بس اكو ناس تقدر تقول له مثلا بهالسعر يقول لك جيني ما يخلي بدون معامله. تتصور الناس تقدر هاي التراث، هذا التراث؟ مو الكل. مو الكل. يعني احنا نقول
يعني الجزء القليل من عندهم، الجزء القليل يعني مو الكل. اكو ناس من يطب ويسمع الدقه مالته بالسوق ينبهر ويضحك ويجي يمي، منو هذا اللي يدق بالسوق؟ يجي يقول رحمة الله على والدك حجي، سمعنا الصوت مال سوق الصفافير والدقه كنا مسامعيها صار هاي. كان السوق الصفارين مضرب للامثال. صح. دا تعرف هسه ماكو ولا دقه بسوق الصفافير، السوق غزال قماش. واحنا اذا تجي على المحلات يعني مالتنا السوق كله 134 محل و134 صفار. هسه ايش قد بقى؟ هسه بقى 14 محل فقط. اللي يشتغل بيده هم 3 صفافير اللي يشتغل بيده ويطلع انتاج 2، يطلع انتاج دله، يطلع انتاج شغلات معينه 2، والبقيه يسوون تصليحات ما تصليحات، والبقيه يبيعون 11 او 10 يبيعون. يجيب بضاعه من الهند، من سوريا، من تركيا، اعرضها واقعد على الميز، هاي بيش بيع لفظ. هذا الشيء محزن استاذ عامر، يعني هسه تقول لي بالارقام يعني سوق مندثر او نحو خلص حينتهي السوق. يعني هاي للاندثار. شلون البيت اللي هاي للسقوط؟ احنا السوق مالتنا هاي للاندثار، وخلال 10 سنوات اخرى اذا الله خلانا طيبين من ال10 سنوات ما تلقى في سوق الصفافير، فتجي شغله مأساة. يعني هذا قلب العاصم او قلب التراث، وتلقى كم صفار دا يشتغل بيده ومعدودين بالاصابع، لو واحد لو اثنين، ماكو هيك. شنو التحدي الاكبر اللي خلى عدد المحلات تقل الى هذا العدد القليل؟ اسباب هوايه. مثلا السبب الرئيسي هو يعني التزام الدوله، سوق الصفارين صفر. هاي واحد. اول شيء قبل كنا نقول الوضع الامني مو زين، كان ما يجون اجانب، ما ادري. هاي الوضع الامني شويه احسن تقريبا، نقول شويه دا يجون اجانب. ما فرق، ما زاد شويه، ما رجع واحد فتح مثلا شوي. لا ما حد فتح، بقى على وضعيته وقلوا ما زادوا. الوضع الامني تحسن بس بعد عامل سبب انه ادى شنو بعد؟ اثنين الغزة القماش السوق، سوق القماش. يعني المحل مثلا محلات القماش، الصفار اذا توفى، يعني انا بعد عمر طويل توفيت، اذا اكو واحد بمكان يشتغل بالسوق يشتغل خيرا على خير، واذا ما موجود معناته المحل راح ينباع. من باع راح اخذ ابو القماش، من اخذ ابو القماش خلى بيه قماش، انتهت شغلته. فبذاك الزمن، زمن النظام السابق، كان عندك توقيع على تعهد خطي. ما موجود السنة؟ بسوق الصفارين يجيك يعطيك تعهد خطي، تتعهد. شنو التعهد هذا؟ التعهد اول شيء ممنوع مزاولة اي مهنة عدا مهنة الصفارة في سوق الصفارين. هاي اول شيء. اثنين ما يصير تحول شغلتك انت، يعني مثلا شفت شغلتك ما تمشي والله احولها الى غير شغله، هاي ما موجوده. زين هسه دا يحولون. ممنوع زياده الايجار على الصفار، هذا انه كلها شروط يعني منطيك اياها. ماكو هاي الاجراءات، انه دعم لك، هاي ما موجوده هسه حاليا. هسه حاليا اصلا ما موجوده هاي. يعني ما الواحد مثل ما يقول يدعمك او مثلا الايجار هيك لا شيء، مثلا ماكو هاي الشغله. ابويا وجدي ايجارهم 75 دينار لحد ما الدنانير خلصت، يعني انتهت. هاي بالتسعينات بعد ماكو دنانير، مياه صارت وتغيروا سووا 60,000. ممنوع يزيد على الصفار، واللي يزيد على الصفار هاي يعني الدوله تاخذه وتتفاهم وياه، مو قوة تغير. احنا هنا هسه ماكو هاي الشغله. اي سنه كان اخر مره 134 محل؟ بدايه اجدادنا موجودين يعني تقريبا كل السوق يدوب. يعني باي سنه او اي فتره؟ يعني السنوات الخمسينات، اربعينات، وراها شو وقت بدا يقل؟ هاي الثمانينات شويه، الثمانينات، التسعينات، الالفينات، وهسه حاليا احنا 2025 بقينا 14 محل يجوزون 13 محل، يعني معدودين بالاصابع. برايك شنو الحل؟ يعني احنا شلون نقول شرحنا التحديات او الاسباب، شنو الحل اللي انت تقترحها حتى يرجع سوق الصفارين بدال ما نقول 14 خلينا نقول 40 محل؟
استاذ علي بالنسبه للمحلات اكو محل ملك صرف، يعني انا عندي محل ملك صرف مثلا مالتي هذا مال ابويا وجدي واخذته منه. اكو محل وقف شيعي، اكو محل وقف سني، اكو محل تابع لامانه بغداد، اكو محل تابع الوقف المسيحي. تعرف هذني اوقاف، فالمحلات ما تقدر انت تحولها بايدك تقول له يا بسوي صف تصير صفار. ليش؟ انا عندي محل يعني ملك صرف، زين انا احول شو اسمه النحل شو اسمه القماش احول الى صفار، والصفاره تقريبا تعبانه، فالشيء واردها جدا بسيط، واردها مو مثل القماش. فمعقوله اني هذا المحل اللي هو ماخذه ومنطي دفاتر عليه يحول الصفار وما بي قيمه؟ ماكو شيء. فاكو امور يعني فوق مستوانا، مستوى دوله. طيب تصور اذا كان قرار من جهه عليا نسق ويا كل هاي الجهات، ما تقدر تفرض قرار؟ تفرض قرار بشرط واحد، انه تحسن السياحه وتحسن الامور بالبلد، بحيث السياحه السواح يطبون اكثر من اللازم. هذا ابو القماش بعد دا يشوف الصفار دا يشتغل والامور مالته قويه وزينه ووارده زين، هو من كيف اوتوماتيكيا راح يروح على السفاره، راح يحولوا بس مجرد يقول بمحله يا نحاسيات. ما لازم يشتغل، ما لازم يشتغل. وتجي الدوله بنفس الوقت انه تطلع معاهد التراث، كليات التراث. كان معهد التراث ولحد الان بالاسكان لحد الان، كان ابوي الله يرحمه بالاسبوع يداوم محاضرتين، بالاسبوع يداوم محاضرتين، يعلم الاحد والثلاثاء يدرس عملي، يدرسهم عملي يعطوش قد بذاك الوقت 300 دينار. ويلي راتب الموظف 4000 ما شاء الله، 4000 هم يعطون مبلغ خيالي، لان عايش محله وجاي يعلم الطلاب. وعقد احنا متعاقدين وياه، متعاقدين ويا ابوي بالشهر 300. هو راتب الموظف اللي عندهم يعني ما يوصل ل 100. تتصور انت لو تتكرر هيك فرصه مستعد تروح؟ مستعد مليون مره اني انه تدرب طلاب، ادرب طلاب واطلع انتاج، انه طالب يطلع له فشي للعراق، فشي للبلد، فشي للسوق الصفاري. طلعوا يعني بالسنوات اللي هو طبق بها وعلمهم، طلعوا بها كوادر. لحد هسه اكو عندنا 2 3 عندهم محلات بسوق الصفارين من يعني من ايد ابوي الله يرحمه، يعرفون يسوون شغلات هواي. تعرف هاي ما موجوده. مفروض كوادر تطلع، كوادر. شلون هسه انت تطلع مثلا مهندس، تطلع طبيب، هذا الكادر ده يطلع سوق الصفافير. هذا من كيف راح يدور على فد مكان معين يطلع انتاج به، او انتاج اشكال، انتاج نقش، انتاج صناعه او طرق يدوي جمع، انتاج اشكال. يعني تريد شو تريد تطلع؟ ترى يعني الصفاره او سوق الصفاري مهنه الصفاره بحر، مو مهنه تتنصر على الدله بس. اسواني اشكال، النقوشات اشكال، شنو الشغلات اللي مريوده واحد يصنعها ويسويها. وارد للدوله كعوله صعبه، اضافه سواح دا يجيك، وهم اضافه انت دا تستفاد. هاي ما موجوده. انا اريد اختم وياك بشغلتين. نعم. الاولى، اذا كان النحاس يحكي شنو كان قال؟ كان قال انا مظلوم. نعم. منو ظالمه؟ ظالمه هوايه، ظالمي مو واحد، كل شيء هوايه ظالمي، مو بس واحد ظالم. على اسف والله. الشغله الثانيه، اكثر قطعه تحبها اذا تقدر تراوينا، شنو القطعه اللي انت تحب تصنعها؟ انا احب هاي الدله. اي. وهاي الدله هي صنع ايدي. اي. وانا مشتغلها بيدي، وافتخر انه انا مشتغل في الشيء بيدي، ما جايب استيراد من الخارج ودا ابيعه ودا احصل من عنده فد مبلغ معين. لا، هاي كلها مشتغلها انا بيدي. من تجي الطرق والدق اللي انا داقه بيه من البدايه للنهايه، لا تعرف. فانت مو من المستحيل، مو من شو اسمه، من السهوله ان تسوي لك فد شيء
راسا يطلع، لا تعشقها. هذا شغل قوي، تحبها. شغل قوي، محبه يعني. فد واحد يعشق في الشيء، انا اعشق الدله، اعشق الصناعه مالتنا هاي. وهاي عليها ختمكم. وهاي ختم عامر محسن بغداد، واقدمها هديه انا للمؤسسه هذه. بارك الله فيك، شكرا. هاي اقدمها هديه للمؤسسه، مؤسسه رضا علوان، هم بعد يتكلفون بيها. ان شاء الله بالحفظ والصون. الله بالعكس. يحفظكم ان شاء الله. احنا المؤسسه من اولى فعالياتها انه استضافيناك استاذ عامر، نتشرف بكم يعني. حتى نسلط الضوء على هاي الحرفه، على هذا التراث، وان شاء الله نساهم بصون التراث الله يبارك باللي فيك. نقدر عليه، وش قد ما نقدر، حتى اللي ما نقدر عليه انه نحاول نجيب جهات تدعم الله يبارك. البروسس كله، الاجراءات كلها ان شاء الله. الله يبارك بكم الشباب انا افتخر بالشباب، هيش الله الشباب. يسلمك. الله يخليك. استاذ علي واكو هوايه بعد من الشباب. لا طبعا هم أكيد. يدورون التراث، أكيد. يحبون العراق، يحبون ان يقوم سوق الصفافير من جديد، ينهض. 100%. مو بس سوق الصفافير، كل الاسواق التراثيه، كل الاسواق الحرفيه، هذا موروث شعبي. موروث الشعبي مو من السهوله ان تفرط به، مو من السهوله ان تتركه. انت في الشيء متوارثه من ابوك وجدك، وصار سلسله كامله. جذورك، انا جذورنا بسوق الصفارين، يعني بيوت اجدادي بسوق الصفارين. يعني اكو بيت هسه دربونه شيخ جواد كانوا يسموها سابقا شيخ جواد، الدربونه مالته لحد هسه البيت مالته موجود. زين، فانت عروقك هنا، انت هسه يعني انا افتخر بيك، تمشي الامور لا تصير اكيد الامور. اكيد. انت يمكن تتعرج لانه احنا نجيب نشاط سياحي للسوق وتشوف، بس نعم. اكيد انا واحد من الاف الناس، اصلا مئات الالاف اللي مهتمين بالتراث، واللي الله يبارك فيكم ان شاء الله. ان شاء الله يعني ينقلون البلد من حال الى افضل. الله يبارك فيكم ان شاء الله. انا ممنون جدا، شكرا الله استاذ يحفظكم، عامر الله يسلمك، على وقتك، الله يحفظك، على جهدك. هاي منظر من الورشه مالتك بالسوق، نعم. صح؟ نعم نعم. لا ويعبوا شوي هذا اليوم هذا شو اسمه احسن. اي والله العظيم غير الحلوين لو منه حميده ساعتك على سلو موشن صادف يوم 9